السلام عليكم متابعي قناة اتش فيلم الكرام. الغائب في الوقت الصعب يجب أن يظل غائبا للأبد. وبيبدأ فيلمنا النهاردة مع واحد اسمه جاي، واللي بيكون قاعد بيلعب مع بناته قبل ما يسافر يحضر مؤتمر لشغله، وبتيجي مراته وبتقول له يسيب البنات تنام، فبيقوموا البنات يروحوا على أوضهم، وبيقف جاي مع مراته اللي بتبقى مش عاوزاه يسافر، لكنه بيصر لأن المؤتمر ده فرصته الوحيدة علشان يجيب بيت جديد يربي فيه بناته، فبتقتنع مراته وبتقرب منه وبتسيبه وبتنزل للمطبخ، وبنلاقيها واقفة بتشرب عصير وبتسمع صوت، وبتروح تشوف في ايه، لكن بنلاقي شخص ضخم متخفي واقف ورا الإزاز. وبعدها بينزل جاي يدور على حاجة، وبيفضل ينادي على مراته بس ما بتردش، وفجأة بيعدي خيال من ورا الشباك بسرعة، وبيفكروا جاي حرامي، وبيروح يلبس الكوتش علشان يطلع يشوفه، لكن بيلاقي الباب مقفول، وبيطلع يدور على المفاتيح في هدومه لكن ما بيلاقيهاش، وبينزل يلاقي الباب مفتوح، وفي نفس الثانية بيسمع بنته بتصرخ وبيجري عليها، وبيشوفها قاعدة جنب مراته اللي واقعة على الأرض ومخبوطة على دماغها، ولما بيسمع حركة في الدور اللي فوق بياخد سكينة وبيطلع يلحق بنته التانية، وبيسمع وهو طالع على السلم صوت من الأوضة اللي قدامه، والباب بتاعها بيقفل لوحده، فبيقرب من الباب لكن صرخة بنته من أوضتها بترجعه، وبيدخل يلاقيها نايمة تحت السرير ومرعوبة، ولما بينزل علشان يخرجها بيظهر وراه الشخص المخيف، وبيضرب جاي على دماغه لما بيقوم وبيفقده الوعي، ولما بيفوق جاي من الخبطة بيلاقي نفسه في مكان مخيف وإيده مربوطة بسلاسل، وبيلاقي معاه 3 مربوطين زيه، واحد اسمه آدم وبنت اسمها كات والأخير اسمه لينو، وده بيبقى جسمه كله جروح وبقه متخيط في بعضه، ولما بيشوف جاي شكل لينو بيترعب، وبيحاول يفك نفسه بأكتر من طريقة لكن كلها بتفشل، فبيقولوا له إنهم حاولوا كتير وما عرفوش، ومع كل محاولة الشخص المخيف كان بيعذبهم، وبيبقى باين على وشهم الرعب، وبيطمنوه إنه مش هيأذي مراته وبناته لأنه عاوزه هو. وعلشان نعرف ليه الشخص ده بيعمل فيهم كده بنرجع بالزمن 20 سنة لورا، وبنلاقي ولد صغير اسمه دومينيك محبوس في أوضة ونايم، وبيحلم إنه مربوط بسلاسل وجسمه كله جروح، وبيصحى من النوم على صوت الباب بيتفتح، وبيدخل له واحد اسمه هنري، وبيقول له إنه لو سمع الكلام مش هيأذيه، وبيديله طبق فيه لحمة نية علشان ياكله، فبيضطر دومينيك إنه ياكل اللحمة علشان ما يموتش، وبيسيبه هنري وبيقفل الباب وبيمشي. وفي اليوم اللي بعده بيبقى دومينيك بيلعب في حمام دم، وبيجري بسرعة لما بيشوف هنري وبيعمل إنه بيمسح الأرض، وبنلاقي هنري معلق خنزير وبيقطعه، وبيحط أجزاء منه في كيس وبيحدفها لدومينيك، بس بتقع على الأرض فبيتضايق هنري، وبيجيب خرطوم مليان دم بدل المية وبيرش عليه، وبعد ما بيخلص بيقرب من دومينيك وبيقول له كل ما يغضب منه يفتكر إن هو اللي أنقذه، لكن دومينيك بيطلب منه بصوت مكسور إنه عاوز يرجع لأبوه وأمه، بس هنري ما بيوافقش، وبيفهمه إن أهله رموه وإنه بيعتبره زي ابنه وبيسيبه وبيقوم. وبنرجع تاني لجاي اللي بيسألهم على الطريقة اللي اتخطفوا بيها، فبتقول له كات إنها كانت في موقف عربيات وخطفها، وآدم كان شغال موظف أمن وخطفه وهو في شغله، وبنشوف جاي بيوطي على الأرض وبيلاقي دم كتير، فبتقرب منه كات وبيقوم آدم من مكانه، وبتقول كات لجاي إن المكان ده بتاعه وهيقدر يعمل اللي هو عاوزه فيهم، لكن بيشك جاي إنه خطفه بالغلط لأنه شخص طيب وما بيأذيش حد، وبيقعد تاني على الأرض يحاول يعرف إيه اللي ورا الجدار. ولما بنكمل حكاية دومينيك بنلاقيه فتح باب القابو ونازل يشوف إيه اللي فيه، بس بيلحقوا هنري قبل ما يدخل، وبعدين بيقعدوا يتغدوا مع بعض، وبيفضل هنري يكلمه لكن دومينيك ما بيردش عليه. هنري بيغرز الشوكة في رجل دومينيك من غير قلب علشان يعاقبه، ولما بنروح لجاي بنلاقيه عاوز يعرف مين اللي بيعمل فيهم كده، بس طبعا الموجودين معاه بيترعبوا يقولوا اسمه، وبيقطع كلامهم صوت ورا الباب وبيحدف عليهم لحمة نية، فبتهجم كات عليها بسرعة وبتاكل فيها بشراهة علشان ما تموتش من الجوع، وبتحدف حتة لآدم وبياخدها وهي متمرمغة في التراب، ولما بتدي لجاي نصيبه بيقول لها انه نباتي ومش هياكل معاهم، اما لينو فبياخد حقن علشان يفضل عايش. وبعد ما بياكلوا بنلاقي جاي بيحفر بايده في الجدار علشان يحاول يلاقي حل، لكن بيفضلوا يضحكوا عليه لانهم عملوا زيه قبل كده وما حصلش حاجة جديدة، وبيحدف عليه آدم ميدالية وبيحاول جاي يفك بيها السلسلة لكنه بيفشل، وبيتعصب جاي وبيفضل يحفر بصباعه في الجدار لحد ما ضفره بيتكسر وبيقع على الأرض من شدة الألم، فبتعرفه كات إن الطريقة الوحيدة للخروج هي الباب، ومع محاولات جاي إنه يلاقي حل بيفضل يحفر في الأرض وبيلاقي جمجمة مدفونة. وبنكمل مع هنري اللي بيبقى بيقطع لحمة، وبيبقى دومينيك بيتفرج عليه من ورا الإزاز، وفجأة بيخوفه هنري لما بيحط اللحمة على وشه، وبينادي
على دومينيك قبل ما يجري، وبيقعد هنري مع دومينيك وبيلعبوا شطرنج علشان يفهمه انه لازم يتحمل نتيجة قراره في كل خطوة، وبيخليه يعرف ازاي يختار الاختيار المناسب. وفجأة بيتعب هنري، اما دومينيك فبيستغل الفرصة وبياخد المفاتيح من على الترابيزة وبيفتح الباب وبيجري، لكن بيقف في وسط الغابة في الضلمة وبيفتكر ان اهله ما دوروش عليه وبيختار انه يرجع تاني. ومن وقتها بقى بيعتبر هنري ابوه الحقيقي، وبيجيب له الاكل وبيديهوله وبيساعده في الشغل وبيلعب رياضة جنبه وبيفضل طول الوقت معاه. لكن بيشوف هنري قافل الأوضة بقفل وبيستخبى علشان ما يشوفوش. وفي يوم دخل هنري يصحي دومينيك علشان يقول له سر كان مخبيه، وبياخده يفرجوا على الحروب اللي بتحصل والابرياء اللي بيموتوا، وبيوعده انه مش هيخلي حد يأذيه تاني. فبيفرح دومينيك بكلامه وبيحضنه، وبيوعده انه مش هيبعد عنه وهيبقى قوي لما يكبر، وبيقوم يتمرن قدامه. وبعدين بنلاقي دومينيك قاعد وبيجيله هنري وبيوريله الرسمة اللي عملها على ايده، وبيخلي دومينيك يمسك السكينة وبيجرحه في كتفه علشان يتخلص من الشر اللي في دمه. اما جاي لما بنرجع له بنلاقيه شاف كاميرا متعلقة علشان الشخص يراقبهم، ولما بيتأكد الضخم ان جاي عرف انه بيراقبهم بيشغل مزيكا في الأوضة بتاعته اللي مليانة حشرات وفئران وعناكب، وبينزل لهم الأوضة وهو لابس قناع شكله مخيف. ولما بيشوفوا جاي بيفضل يسأله على مراته وبناته لكنه ما بيردش عليه، وبيشاور لكات علشان تاخد منه السكينة اللي في ايده وبيقعدها على الأرض، وبتفضل تجرح في ظهر لينو وبتقطع حتة من لحمه وبتديها للضخم وبترجع على مكانها. وبيشاور بعدها لجاي علشان يعمل نفس اللي عملته كات، لكن جاي خد السكينة وجرح الضخم في دراعه، وده خلى الضخم يتضايق وضرب جاي بالكوع في وشه وبيوقعه على الأرض. وبيعاقب الباقيين بسبب اللي عمله، وبيمسك كات وبيشاور لآدم وبيخليه يحط خرطوم في بقها وبيحط فيه حشرة وبتمنع عنها التنفس، وبيسيبهم وبيخرج. وبمجرد ما بيخرج بيجري جاي عليها وبيلحقها قبل ما تموت. اما دومينيك فبنلاقيه قاعد يتغدى مع هنري وبيوريله الصورة اللي رسمها وفيها 4 أصحاب، لكن هنري بيزعق له علشان ينساهم فبيتأسف له دومينيك وبيهديه. وبنلاقي جاي بيدوس على حشرة برجله وبيبص على الحشرة وبيتفاجئ بموس لازق في الجزمة وبياخده علشان يفك نفسه علشان ما يحصلش فيه زي لينو، بس بيشوفه الضخم وبينزل له الأوضة وبيقف قدامه. لكن جاي بيكون فك نفسه، ولما بيلف الضخم وشه بيهجم عليه وبيجري وبيقفل الباب عليهم، وبيلاقي الباب اللي هيهرب منه مقفول وبينط في فتحة التكييف اللي فوقه وبيدخل فيها، لكن الضخم بيفضل يضرب فيها لحد ما بتتفك الماسورة وبيقع جاي، وبياخدوا الضخم يرجعوا الأوضة وبيفضلوا أصحابه يلوموه على اللي عمله. ومرة واحدة بنلاقي النور بيشتغل وبيطفي، وبيدخل الضخم الأوضة وبيدي لآدم بلطة وبيقرب على جاي وبيخنقه وبيخلي آدم يخبطه بيها، وبيديله مسمار يغرزه في إيد جاي وبيربطه في الجدار وبيسيبهم وبيخرج. وبعد شوية بيفوق جاي وبيشوف اللي حصل له وبيتحامل على نفسه لحد ما بيشيل المسمار من إيده، وبيسمع صوت لينو اللي بيبقى عاوز يتكلم بس ما بيعرفش لأن بقه متخيط، وبيوصف لهم شكل حدوة حصان زي اللي كانت على إيد هنري. وهنا بنلاقي جاي طلع عارفهم وبيفكرهم لما كانوا صغيرين مع بعض وكان دومينيك وسطهم، وبيشوفوا على إيده رسمة حدوة الحصان وبيفضلوا يتنمروا عليه ويضربوه وبيكتموا نفسه وبيربطوه من إيده في الأرض وبيرموا عليه ديدان علشان تدخل في عينه وبيسيبوه وبيمشوا. والتاني يوم راحت له كات عند بيته وضحكت عليه وقالت له إنها عاوزة توري له حاجة، وبتاخده توديه عند بيت هنري المهجور، وبيبقى كمين من أصحابها لأنهم عاملين ليه اختبار إنه يدخل البيت علشان يبقى معاهم، وبيدخل فعلا وبيجروا كلهم، لكن بيفضل جاي واقف مش بيقدر ينقذه من هنري. وبيعرفوا ساعتها إن دومينيك هو اللي بيعمل فيهم كده علشان ينتقم منهم. ولما دومينيك بقى شاب مراهق بيبقى قاعد بيرسم قدام هنري وبعدين بيطلع يقعد بره، فبيروح وراه هنري وبياخد منه الحشرة اللي بيلعب بيها وبيدوس عليها، فبيتضايق دومينيك وبيضربه في جنبه وبيتأسف لهنري لأنه تعب بسببه، بس هنري بيبعده عنه وبيسيبه وبيدخل للبيت. وبيدخل دومينيك بعده وبيكسر القفل اللي على الأوضة السرية بتاعت هنري وبيعرف إنه خلص على ابنه. ولما بيفتح الأوضة علشان يخرج بيلاقي هنري قدامه وبيمسكه من هدومه وبيوقعه، بس دومينيك بيقدر يضربه وبيجري منه، بس هنري بيبقى حافظ تفاصيل البيت وبيقابله من الناحية التانية وبيضربه بالبلطة على ظهره وبيوقعه على الأرض، وبيعترف له إن ابنه مات غصب عنه لما وقع في المية المغلية وإنه خده مكانه علشان يربيه، لكن دومينيك بيرفض الطريقة اللي بيعامله بيها وبيطلع من الباب، بس بيقوم وراه هنري وبيضربه تاني على ظهره وبيجره على الأرض لحد ما بيعلقه وعاوز يرميه في المية المغلية، بس بيتعب على آخر لحظة وبيقدر دومينيك يفك نفسه وبينزل يضرب هنري وبيعلقه وبيرميه في المية المغلية وبيخلص عليه. وبنلاقي دومينيك الضخم لابس القناع في اوضته وبيفتكر كلام هنري اللي ما سمعش غيره من صغره. اما جاي واصحابه بيفضلوا يخططوا علشان يخلوا دومينيك يسامحهم ويسيبهم يمشوا، وبينادي جاي عليه، ولما بيجيله دومينيك بيجيب معاه صاعق كهربي، لكن جاي بيحاول يكسب تعاطفه ويصحي انسانيته وبيطلب منه انه يسامحهم، بس ما
بيقتنعش دومينيك بكلامه لانه عاوز ينتقم منهم بكل الطرق اللي اذوه بيها، وبيهجم عليه جاي وبيهدده بالصياعه وبيسيبه على الارض وبيديله سرنجه فيها سائل من العناكب وبيخليه يفضي السرنجه في ودن كات. ولما دومينيك بيلاقي لينو فارق الحياه بيمسك دماغه وبيخبطها في الجدار بقوه كبيره وبيخرج من الاوضه، وبيرجع الاوضه بتاعته هو وبيطلع البوم صور وبيشطب على صوره لينو، وبيلاقي ادم بيضرب جاي في الكاميرا فبيتعصب وبياخد خرطوم الدم وبينزل لهم الاوضه وبيفضل يرش على جاي، ولما بيقرب له بيهجم عليه جاي وبيحاول يضربه، ودي بتبقى خطه منهم علشان يهربوا منه. لكن دومينيك بيضرب جاي وبنلاقي ادم بينط على ظهر دومينيك وبيحاول يخنقه من رقبته، انما دومينيك بيرجع بظهره وبيخبط ادم في الجدار وبيوقعه على الارض، وبعدها بيشاور لكات وبيديها آلة حاده تخرم عين ادم وتحط له فيها الدوده اللي رماها عليه زمان. وقبل ما يخرج بيهجم عليه جاي وبيوقع منه السكينه، لكنه ما بيقدرش يجاري قوه دومينيك البدنيه، وبيقدر دومينيك يلف السلسله على رقبته وبيخنقه. اما كات ما بتقدرش تستحمل اللي بيعمله فيهم وبتفضل تفكره انه ما كانش ليه لازمه بالنسبه لهم، وانهم كانوا مصاحبينه بس علشان يتنمروا عليه ومفيش حد كان بيحبه حتى اهله. وهنا دومينيك بيسيب جاي وبيبدا يفتكر اللي كانوا بيعملوه فيه وهو صغير، وبيتعصب وبياخد خرطوم الدم وبيخرج، وبعدها بيروح جاي لادم وبيخلع له عينيه علشان يرحمه من العذاب اللي الدوده عملته في دماغه وعينيه. اما دومينيك فبينهار وبيفضل يكسر في الاوضه بتاعته، وبعدين بيفضل يطفي النور ويشغله عليهم، وبنلاقي الخوف اتملك ادم من اللي حصل له، وبيقوم يهاجم جاي لانه عاوز يهرب وبيمسك السكينه علشان يضربه، بس جاي بيمسكها معاه وبيشده فيها، وفجاه كات بتضرب ادم على دماغه بصخره وبتدخل السكينه في بقه وبيموت، وبتاخد كات السكينه وبترفعها في وش جاي وبتعترف له ان الشرطه سالتها وقت اختفاء دومينيك وما قالتش على الحقيقه. اما جاي فكان حاسس بالذنب وعاوز يقول لهم على مكانه لكن ما قدرش. في الوقت ده بيبقى دومينيك واقف وراهم وسامعهم وبياخد السكينه من كات وبيحطها على رقبتها، اما جاي فكان بيحاول يطمنه ويرجعه انسان طبيعي وينسيه اللي حصل له، وبيقرب منه وبيشيل القناع من على وشه وبياخد منه السكينه، وبمجرد ما بيلف دومينيك وشه الناحيه الثانيه بيغدر بيه جاي وبيضربه بالسكينه في ظهره، وبيلف دومينيك والمره دي جاي بيضرب كات في بطنها بالغلط وبيخلص عليها، وبنشوف دومينيك بيطلع السكينه من بطن كات وبيديها لجاي علشان يموته، لكن جاي بيحكم على نفسه بالاعدام وبيسيبه وبيهرب. وطبعا علشان دومينيك حافظ المكان زي هنري بيقدر انه يوصل له بسهوله، وبيمسكه هو في الدور الثاني وبيفضل يضرب فيه وبيرميه من فوق، وبينزل يلبس قميص هنري وبيسحب جاي وبيغطس وشه في حمام الدم، لكن جاي بيلاقي الخرطوم جنبه وبيمسكه وبيضرب دومينيك في وشه، وبيدخل جاي على المطبخ علشان يهرب من الشباك، بس دومينيك بيلحقه وبيتبادلوا الضربات لحد ما بيقع دومينيك على الارض وبيضربه جاي على دماغه بجردل الحديد وبيسيبه وبينط من الشباك، وبيفضل يجري جاي وهو مش قادر لحد ما بيلحقه دومينيك وبيقول له انه ما كانش عنده عيله طول حياته، وبيرد عليه جاي انه كان عاوز يصلح غلطته، فبيطلع دومينيك السكينه من جنبه وبيديها لجاي علشان يخلص عليه، بس لما ما بيقدرش جاي يموته بيهجم عليه دومينيك وبيخنقه، وبيفضل جاي عافر لحد ما بياخد السكينه من على الارض وبيطعن دومينيك وبيخلص عليه وبيهرب. واخيرا بيرجع جاي لبيته وبتقابله مراته على الباب، وبعد 10 سنين بنلاقي بنات جاي كبروا وقاعدين في الغابه مع اصحابهم الشباب وبيحكوا لهم على كل اللي كان دومينيك بيعمله في ابوها واصحابه، وبيقرروا يدخلوا بيت هنري من تاني، لكن بيسمعوا صوت واصحابهم الشباب بيسيبوهم وبيمشوا، وبيهجم عليهم دومينيك من تاني لانه لسه ما ماتش. وبكده بينتهي فيلمنا النهارده. ما تنساش تدعمنا بلايك وتكتب لنا رايك في كومنت علشان توصل لك كل ملخصات HD فيلم.